من الطبيعي أن ترى السفينة في الماء، ولكن من الخطر أن ترى الماء في السفينة. فكن أنت في قلب الدنيا ولا تجعل الدنيا في قلبك. إن خسرت شيئا لم تتوقع يوما أن تخسره، فإن الله سيرزقك شيئا لم تتوقع يوما أن تملكه. تفاءل عندما تصعب عليك الأمور، فإن الله تعالى أقسم مرتين: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الحياة سألت الموت: لماذا البشر يحبونني ويكرهونك؟ أجاب الموت: لأنك كذبة جميلة وأنا حقيقة مؤلمة. لا نعلم بعد رحمة الله ما الذي سيدخلنا الجنة، أهي ركعة أو صدقة أو سقيا ماء أو حاجة مؤمن قضيناها أو دعوة أو ذكر. فاعمل ولا تستصغر. ضع قليلا من العاطفة على عقلك حتى يلين، وضع قليلا من العقل على قلبك كي يستقيم. تعجبني القلوب التي تستقبل الأمل بصمت وتبرر أخطاء الآخرين بحسن نية. عندما تظن بأن بعد الشقاء سعادة وبعد دموعك ابتسامة، فقد أديت عبادة عظيمة، ألا وهي حسن الظن بالله. إذا لم تعرف عنوان رزقك فلا تخف، لأن رزقك يعرف عنوانك، فإذا لم تصل إليه فحتما يصل إليك. إذا أتعبك ألم الدنيا فلا تحزن، فربما أحب الله سماع صوتك وأنت تدعو. لا تنتظر السعادة حتى تبتسم، ولكن ابتسم حتى تكون سعيدا. لماذا تطيل التفكير والله ولي التدبير؟ ولماذا القلق من المجهول وكل شيء عند الله معلوم؟ لذا اطمئن فأنت في عين الله حفيظ، وقل بقلبك قبل لسانك: فوضت أمري إلى الله. طيب الله أيامكم بذكره. سلام.